السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومستمرين في الحديث والكلام عن مسلسلات الموسم الرمضاني 2025. والمسلسل اللي معانا وهو مسلسل شهادة معاملة أطفال. النجم الطفولة وواحد من أكتر النجوم اللي الواحد بيحبهم وهو الفنان الكبير محمد هنيدي. طبعا كان عيد ميلاده من كام يوم، فنحب نقول له كل سنة وأنت طيب. كل اللي عايز تعرفه عن مسلسل شهادة معاملة أطفال هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. قبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. مسلسل شهادة معاملة أطفال. تعالوا الأول نتكلم ونتعرف على أبطال العمل. هو مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة كل من مع حفظ الألقاب للجميع: محمد هنيدي، نهى عابدين، وليد فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، جيهان خليل، إلهام وجدي، وخالد أنور، نهى صالح، وعلاء مرسي. طبعا المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز. طبعا الحلقة دي كانت المفروض تبقى من أوائل الحلقات اللي أعملها، لكن كويس إن هي اتأخرت لحد دلوقتي. لكن لو كنت صورت الاول كنت قلت ان المسلسل يتكون من 15 حلقه، وهو فعلا كان معلن ان هو 15 حلقه. وخلال الايام اللي فاتت تم الاعلان ان المسلسل تم مد حلقاته وهيبقى 30 حلقه، وهيكون معانا على مدار الشهر بالكامل. طبعا انا شايف ان الحته دي اللي فيها ايجابيه ممكن يبقى فيها سلبيه، والسلبيه هي الخطه بتاعه المسلسل في الاول كان مع خطته ان هو 15 حلقه. هل مسلسل 15 حلقه اتكتبت البدايه والنهايه بتاعته والاحداث بتاعته، وبعد كده تم تغيير الخطة انها تبقى 30 حلقة؟ فهل هنشوف السلبية دي ان هيكون في مط وتطويل في الاحداث ومشاهد كانت ممكن ما يبقاش لها لازمه، وان المسلسل ك 15 حلقه كان هيبقى افضل واحسن بكتير؟ لان انا ما اعتقدش ان الفنان محمد هنيدي قدم عمل 15 حلقه. هل دي ممكن تكون سلبيه في العمل، تغيير خطه المسلسل واضافه قصه او مشاهد جديده عشان نكون على مدار الشهر بالكامل 30 حلقه؟ الايجابيه ان احنا هنشوف الفنان محمد هنيدي على مدار ال 30 حلقه. متشوقين ان احنا نشوفه كتير، متشوقين اعماله بعيدا عن اعماله الاخيره نبيل الجميل اخصائي تجميل، واخرهم مرعي البريمو. اتمنى ونتمنى ان المسلسل ده يكون حاجه كبيره وعوده الفنان الكبير محمد هنيدي. تعالوا دلوقتي نخش نتكلم في قصه المسلسل يدور في اطار كوميدي اجتماعي، ويجسد الفنان محمد هنيدي شخصيه المحامي عبد الستار الكف، وهو محامي شرير لكنه بيدخل في غيبوبه لمده 20 سنه، وبنشوف الحاجات دي كلها خلال مشاهد فلاش باك هنشوفها على مدار المسلسل، وبتظهر خلال مشاهد فلاش باك هنشوفها في المسلسل. في احدى الايام بتحصل معجزه بتخليه ان هو يعود لوعيه ويعود ويرجع مره تانية، ومن ثم بتبدا حياه جديده للشخصيه دي، وبتدور المواقف والمفارقات في اطار كوميدي، ومن ثم تتصاعد الاحداث. طبعا كان نزل برومو صغير كده مش عارف تقريبا مدته 15 ثانيه للفنان محمد هنيدي وهو داخل على الفنان سما ابراهيم وماسك مسدس وبيضرب نار، وبعد كده بيضحك ضحكه وبيطلع تاني. وشفنا محمد هنيدي قايم بدور شخص كبير في السن، يعني في كام شعره بيضه ظاهره يعني، بس الروح ما ايه والمعنويات ايه والاداء ايه، القلب شباب. واكيد طبعا نتمنى التوفيق للفنان محمد هنيدي، واتمنى ان احنا لما نتفرج على المسلسل ونطلع هنا نقول الحمد لله على السلامه فنان محمد هنيدي. المسلسل كان جامد وكان حلو وقدمت لنا حاجه مختلفه. طبعا وكانت اخر اعمال الفنان محمد هنيدي في الموسم الرمضاني كانت من 6 سنين لما قدم لنا مسلسل ارض النفاق. طبعا المسلسل ده كان حلو، والمسلسل ده لحد دلوقتي كل الناس بتتفرج عليه، ولما بيتذاع في التلفزيون الناس بتشغله وبتقعد تتفرج عليه. طبعا زي ما قلت ان اخر افلام الفنان محمد هنيدي كان فيلم مرعي البريمو، وقبلها كان فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل. يمكن اللي كان مهون عليا في الفيلم ده محمد سلام. فده اللي يخليني اقول متحمس للمسلسل، مش متحمس للمسلسل، اكيد متحمس للمسلسل. اكيد اي عمل بيقدمه محمد هنيدي اذا كان مسلسل او فيلم انا متحمس له، فمتحمس للمسلسل وهتفرج على المسلسل، وده واحد من المسلسلات اللي هتفرج عليه على مدار ال 30 حلقه. بس كده تقريبا احنا اتكلمنا
اتكلمنا عن كل حاجه ليها علاقه بمسلسل شهاده معامله اطفال بطوله النجم الكبير محمد هنيدي. كل التوفيق للنجم المفضل ونجم الطفوله محمد هنيدي، وان شاء الله المسلسل ينجح ويكسر الدنيا ويحقق نجاح كبير جدا، ونيجي هنا نقول الحمد لله على السلامه محمد هنيدي. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.